طيب يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هنشوف إزاي الألمان بيبصوا لموضوع العيلة بطريقة عملية ومختلفة جدا. وأول مفاجأة هتكون إنهم ببساطة مش بيفرقوا بين قرايب الأب وقرايب الأم بنفس الطريقة بتاعتنا خالص. وخلونا نبدأ بأول وأوضح فرق هيقابلنا: العم والخال. عندنا في العربي دول شخصين مختلفين تماماً، كل واحد له مكانة ويمكن علاقة مختلفة. لكن في الألماني القصة أبسط من كده بكتير قوي. بصوا كده، في العربي عندنا كلمتين: العم والخال، كل واحدة ليها معنى محدد جدا ومرتبط بنسب معين. في الألماني بقى الكلمتين دول كلهم بيتلخصوا في كلمة واحدة بس، وهنا بنبدأ نفهم إن منطق اللغة الألمانية مختلف. يعني النقطة الجوهرية هنا هي إنه كلمة der Onkel بتشمل أي أخ للأب أو للأم. خلص، اللغة هنا بتركز على العلاقة، إنه أخ واحد من الوالدين، مش بتركز على هو أخ مين فيهم بالضبط. والمثال ده بيوضح الفكرة قوي. لما حد ألماني يقول Mein Onkel heißt Peter، هو ممكن يكون قصده عمه أو خاله. طب نعرف إزاي؟ ببساطة من سياق الكلام، لو التفصيلة دي أصلاً مهمة في الحوار اللي داير. ونفس المنطق بالظبط بينطبق على العمة والخالة. الكلمتين دول في العربي بيتحولوا لكلمة واحدة في الألماني، وهي دي تانتا. الموضوع بسيط ومباشر، أول ما بنفهم القاعدة خلص. دلوقتي خلينا ندخل على الليفل اللي بعده ونشوف إزاي المنطق ده بيكمل مع أولاد العم وأولاد الخال. هنا كمان هنلاقي إن الألمان بيفكروا بطريقة مختلفة تماماً عننا، وبيركزوا على حاجة تانية خالص. اللي يهم الألمان هنا مش هو ابن مين، لا، الأهم هو نوعه، ولد ولا بنت. كلمة دا كوزا بتتقال على أي قريب من نفس الجيل لو كان ولد، ودي كوزين لو كانت بنت. مش فارق بقى ابن عمك، بنت خالك، أو ابن عمتك، المهم هو الجنس. يعني لو حد قال Das ist mein Cousin، كل اللي نقدر نفهمه إن الشخص ده قريبه وفي نفس جيله وهو ولد. هل هو ابن عمه ولا ابن خاله؟ المعلومة دي مش موجودة ومش مهمة في الجملة دي. بسيطة مش كده؟ طيب، بعد تفاصيل القرايب دي كلها نيجي بقى لموضوع الأصحاب. والخبر الحلو هنا إن الموضوع أبسط بكتير ومباشر أكتر. لو عندنا صديق ولد بنقول عليه der Freund. الكلمة هنا واضحة ومباشرة زي ما إحنا متعودين عندنا في العربي، وممكن نستخدمها في جملة بسيطة جدا زي دي وإحنا بنعرفه على حد: Das ist mein Freund، يعني ده صاحبي. أما بقى لو الصديقة بنت فبنقول die Freundin. بس هنا في ملحوظة ثقافية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الكلمة دي ليها معنيين، ممكن تكون صديقة عادية، وممكن كمان يكون معناها حبيبة أو صاحبته يعني. طب بنفرق إزاي؟ السياق ونبرة الصوت هما اللي بيحددوا المعنى المقصود. يبقى عشان نلخص القصة كلها، في الألماني ننسى التفرقة بين عيلة الأب وعيلة الأم في كلمات زي أونكل وطانت. ولما نتكلم عن أولاد العم والخال نفتكر إن المهم هو الجنس مش النسب. أما الأصدقاء فالموضوع مباشر، مذكر ومؤنث، مع الملحوظة الصغيرة عند كلمة فويندن. إننا نفهم الأنماط دي هو اللي هيخلينا نفكر زي الألمان، مش مجرد إننا نحفظ كلمات وخلاص.